الناس باصه للسماء وباصه للتمثيل الساذج والغير مصري لأوزير في السماء، وانه يلزق لها كمان إيزيس. عمر أوزير ما يبقى بالمنظر اللهبل ده، واحد بيجري وماسك عصايه وماسك خوذه. ده مش أوزير ولا مصري ولا نعرفه خالص. دي اسبابي. انا حزنت جدا وذهلت للغايه، واصابني الكثير من الدهشه والالم لما شفت السيجمنت او الفقره ديت، والى الان طبعا احنا كلنا شفنا الاحتفاليه بتاعت افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور السيد الرئيس ووفود رسميه على اعلى مستوى من رؤساء وملوك دول العالم كله. الحفل كان رائع جدا ومبهر ويليق بسمعه ومستوى الحضاره المصريه القديمه، ولكن طبعا يعني دايما الفرحه دايما يعني ما بتكملش، زي ما بيقول عندنا في مثل مصري يقول لك يعني الفرحه ما بتكملش. بالنسبه لي انا الفرحه بتاعت افتتاح الفرحه بتاعته ما اكتملتش. ليه؟ لان بمجرد ما ابتدى اول سيجمنت اول فقره من الاحتفاليه انا اصابني كم هائل من الذهول والاندهاش. ليه؟ لان اول فقره اتقدمت في برنامج الاحتفاليه امبارح كان بصوت الفنانه شريهان. فكانت شريهان بتقول ايه بقى؟ بتقول اجدادنا لما بنوا الاهرامات سابوا لنا الغاز كتيره، لدرجه ان خيال كتير من العلماء وصلهم لنظريه عجيبه. بتقول ايه بقى؟ بتقول ان نجوم اوراين، هما يعني بيترجموها كده وبينطقوها اوريون، طبعا هي اسمها اوراين، ان نجوم اوراين في السماء اتجمعت ورا بعضها بنفس ترتيب الاهرامات. المصري القديم رسم صورة السماء لانه امن بان الكون ميزان لكفتين، ليل ونهار، موت وحياة، إيزيس وأوزيريس. اجمل واعظم قصة حب في الوجود. المصري القديم اكتشف ولاحظ نجوم اوراين رمز أوزيريس، جنبها بتدور نجمة سيريوس رمز إيزيس الحبيبة. لما بتقابل أوزيريس في الفضاء بتحصل رقصة حب، والنيل بيفيض على أرضنا بنفس الروح اللي حبت، بنفس الإيد اللي خلقت الحضارة بنينا المتحف المصري الكبير. كلام جميل، ولكن عشان تبتدي أول سيجمنت أول فقرة في احتفالية، يعني دي احتفالية رسمية بيحضرها رئيس الجمهورية ووفود رسمية على أعلى مستوى ملكي ورئاسي من مختلف دول العالم، وبتبث على الملايين في مختلف أنحاء العالم، فدي بتمثل إيمج مصري رسمي. عشان تبتدي حفل رسمي بهذا الثقل بهذا الكاليبر، وبعدين تستدعي رواية زائفة أو رواية بنسميها إحنا أو نظرية، خلينا نقول نظرية بنسميها فرنش ثيوري، يعني نظرية هامشية. أنت بتتكلم عن إيه؟ أنا بتكلم عن نظرية اللي بيسموها بالإنجليش الأوراين كوروليشن ثيوري، اللي هو صاحبها اسمه روبرت بوفال، راجل بلجيكي. طب ايه اللي مش عاجبك في النظريه دي؟ النظريه دي اولا كده يعني انا كرست لها قبل كده حلقه بعنوان خرافه اوراين. يعني اوراين ده عشان بس برضو يعني الراجل المسؤول عن ادراج هذه النظريه في الاحتفاليه برضو مش مدرك اصولها العربيه بالتسميات. بتكلم على الفلك. الراجل بيقول ان حزام اوراين دي كوكبه في السماء، اللي اسمها بالعربي كده كوكبه الجبار. ليه سموها كوكبه الجبار؟ لان الفلكيين العرب في القرون الوسطى في العصر القمة أو في العصر الذهبي بتاع العصر العباسي الإسلامي ابتدوا يلاحظوا طبعا الفلك ويدوا أسماء عربية للأجرام وللكواكب وللنجوم والكلام ده كله. يعني صدق أو لا تصدق الكوكبة بتاعت الجبار دي بتسمى إلى الآن بالتسمية العربية، لأن في الفترة بتاعت ازدهار الفلك في العصر بتاع العباسي وازدهار العلماء العرب في الفيزياء وفي الرياضيات وفي الفلك، كانت أوروبا بتعيش في العصور الوسطى، في العصور اللي نسميها الدارك ايجز، في عصور الظلام. فطبعا كل التسميات الفلكية كان ليها مرجع عربي، وكان العرب عندهم حركة ترجمة قوية جدا عن اليونانية. فابتدت الحكايات والأساطير والروايات العربية تندمج مع الروايات اليونانية القديمة في التسميات بتاعة الفلك. فبنلاقي انه كوكبة اوراين هي ليها التسمية الأكاديمية إلى الآن، الأكاديمية الغربية هي أسماء عربية.
يعني النجوم الثلاثه اللي بيمثلوا جبار ده، يعني ليه سموه جبار كوكبه دي؟ لان طبعا هم لما بيبصوا في السماء بالليل لقوه النجوم بتمثل فارس او محارب جبار، معاه سيف ومعاه خوذه مثلا، واخد بالك، معاه سيف واقف بيجري فبيسموه الهانتر بالانجليزي، راجل صياد او فارس. كويس. فروبرت بوفال راح مركز على الحزام بتاع الجبار ده من 3 نجوم. 3 نجوم دول ليهم تسميه عربيه، يعني حتى بره الاسم الانجليش بتاعهم هو عربي. فهو الاكبر نجم واوله اسمه منطقه، الثاني اسمه النيلام، والثالث اسمه النطاق. المنطقه، النيلام، النطاق. طيب ايه علاقه النجوم دي كلها باوزوريس؟ مليش اي علاقه. الاوراين دي كلها ملهاش علاقه باوزوريس خالص. يقول لك اصل المصري القديم كان بيساوي او بيمثل اوزوريس باوراين. لا خالص. كان في نجم واحد بس مرتبط باوزير، اللي هو النجم اللي تحت قوي 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 في الرجل بتاعه هذا الفارس بتاع الجبار، خد بالك، الجبار العظيم ده، المحارب ده له رجل برضه، ما هو جسمه في السماء بيتكون من نجوم. فاحنا بنتكلم عن الحزام، سيب الحزام ما ينزل من الرجل، وانا هوريه لك دلوقتي على الدياجرام. حتى بالانجلش دلوقتي النجم ده اسمه الرجل، التسميه العربيه رجل القدم، لان الرجل ده هو اقرب نجم بيظهر في السماء، وبعدين بتصل بعديه على طول نجم الشعره اليمنيه، نجم اللامع ده. النجم الشعره اليمنيه مرتبط ببدايه الفيضان عند مصر القديم، فاول ما كانوا بيشوفوه في السماء كانوا بيفضوا الارض عشان يبتدي الفيضان، يعني يبتدي يملأ الارض زراعيه ويخصبها، كانوا بيبعدوا حتى عن الحقول والاماكن اللي هي منخفضه، ويروحوا للاماكن المرتفعه. فلما يبتدي بقى النجمه الزهره اللي هي النجمه الشعره اليمنيه دي ترتفع في السماء بعد مده في مكان معين، يبتدي يرجعوا تاني للحقول ويرجعوا تاني للبيوت. فايه اللي بيقول لهم ان النجمه الشعره اليمنيه هتبتدي تظهر؟ هو نجم الرجل دي، الرجل. اول ما يظهر الرجل تعرف ان خلاص الشعره اليمنيه على وشك انه يلمع في السماء، دي ارتباطها بالفيضان. فالموضوع كله بتاعت النجوم ديت كان مرتبط في الفيضان. النظريه بتاعت روبرت بوفال ملخصه زي ما قلت لك، ان بيقول والله يشوف ان في حصل تطابق فلكي بين ال3 نجوم بتوع حزام اوراين واهرامات الجيزه ال3. امتى؟ 12000 سنه و500 قبل الميلاد. وده التاريخ اللي بيلعب عليه كل الباحثين والعلماء بتوع مدرسه التاريخ البديل او التاريخ الزائف عن مصر. كلهم بيستشهدوا بهذه نظريه روبرت بوفال، اللي هي نظريه بنسميها فرنج ثيوري. تيجي انت بقى لنا النظريه دي بقى لها مثلا من التسعينات القرن الماضي بتحاول تدخل في الروايه الرسميه عن تاريخ مصر القديمه. كل الاكاديميين واقفين لها بالمرصاد، مش عايزين يدخلوها. علماء التاريخ وعلماء التاريخ المصريات مش عايزين يعترفوا بيها، ويبتدوا بقى يتهموا مصر بانها بتحاربهم، ويتهموا مصر انها بتنتصر للروايه الرسميه عشان بتستفيد مش عارف ماديا من الروايه الرسميه، ويعني سيل من الاتهامات ما بيخلصش. تيجي انت امبارح وبعد حروب استمرت 30 سنه وطعن في نزاهه الروايه الاكاديميه والعلماء والمؤرخين وعلماء الاركيولوجي المصريين، بعد الطعن في نزاهتهم تيجي انت بتسلم بمنتهى السذاجه، اسمح لي عفوا، يعني بمنتهى السذاجه تيجي انت تفتح لهم الباب على مصراعيه، وفي في يوم الفرح بتاعك والاحتفاليه الكبيره بتاع المتحف المصري الكبير تقوم مقدمهم في اول فقره في اول سيجمنت وتقول لهم انا معترف بهذه النظريه، وتمثلها في السماء ببذخ بليزر وبدرونز. وبعدين يعني طب انت برضو عشان برضو اللي ما يعرفش يعني يبتدي يعرف انا ليه زعلان. قلت لك النظريه دي مش صحيحه ليه؟ ارجع للحلقه. طب عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك برضو ان التطابق ده مش موجود، وحتى لو وجد في 12500 سنه النظريه بتقول ان مش تطابق بس، بتقول كمان عشان هي بتقول بقى ما دام اوزير هو بيمثل اوراين، الممرات اللي طالعه من الفتحات الجنوبيه للهرم كلها بترمي، واحده اللي بتطلع من عند الملك من غرفه الملك بترمي على اوراين، وبتطلع من غرفه الملك اللي هي المرتبطه بإوزيس بترمي على الشعره اليمنيه. بس يعني اكشولي بعد تحليل هذه النظريه اللي روبرت بوفال لما يعني اتحفنا بهذه التحفه العبقريه ما كانش ياخد باله ان الفتحات بتاعت غرفه الملكه مسدوده،
من بره من جوه، ما فيش حاجه بترمي اساسا على غرفه على نجم على شعر يماني ولا غيره. نمره 2 الفتحات الهوائيه اللي مسميها ستار شافتس روبرت بوفال، يعني بيسميها ممرات نجميه بتاعت غرفه الملك، مش بتفتح بره على بانحناء او بزاويه الممر، بتفتح بره بالنهايه على زاويه 90 درجه افقيه، فبترمي على الصحراء، ما بترميش على اي نجوم، فمش اي علاقه نجميه من هذه الممرات والسماء. دي بقى من الاسباب اللي خلت بره لا يعترفوا بان هذه النظريه ليها اسس علميه. نمره 2 بيرجع هذه النظريه بترجع التطابق الى 12500 سنه، بتقول ان الاهرامات يبقى اتبنت قبل 12500 سنه او تقريبا 12500 سنه، 12500 سنه. طيب الكلام ده بيرفضوا التاريخ المصري الرسمي؟ بيرفضوا. الروايه الرسميه بترفضه، الروايه الاكاديميه بترفضه. ليه؟ مش تعنت، مش عنجهيه، بترفضه لان الوسائل اللي تمت من اثبات عمر اهرامات الجيزه بترفض هذا التاريخ، بتتفق مع الروايه الاكاديميه والاركيولوجيه. من سيكونس، حاجه اسمها سيكونس ديتنج، في حاجه اسمها قوائم الملوك، في حاجه اسمها كاربون ديتنج او تحديد عمر احجار الاهرامات بالكربون المشع، وبتجارب اخرى زي تجارب السيرفيس لومينيسنس تيستنج. فاحنا قلنا الحلقه اللي فات ان الكربون المشع وقياسات الوهج الضوئي لاحجار الجرانيت اثبتت ان اعمار الاحجار بتاعه الاهرامات. نمره 2 ان السامبلز او العينات اللي اتاخدت من كل اهرامات الجيزه ووصولا الى اهرامات زوسر وسقاره وبوصير بتقول ان عمر كل هذه الاهرامات بما فيها معابد الوادي ومعبد ابو الهول بيتطابق ويقارب الى حد كبير التواريخ الاكاديميه الرسميه اللي بيقرها علماء المصريات وعلماء الاركيولوجي. فلما يكون عندي تحليل كربون مشع وتحاليل السيرفيس لومينيسنس تيستنج ديتنج اللي هو الوهج الضوئي للصخور والأهمها الجرانيت، بيقول لا ما ينفعش اتكلم في 10,000، ما ينفعش اتكلم في 12,000، ما ينفعش اتكلم في 36,000. الكلام ده كله فرنج ثيوريز او نظريات هامشيه او بتندرج تحت بند التاريخ الزائف والعلم الزائف. يبقى انا في الحاله دي مفروض الجهات الرسميه المصريه او الناس اللي هم مسؤولين عن الاحتفاليه، اعتقد انه كان مفروض يبقى فيهم مراجع تاريخي، يبص على السكريبت ويراجع كل الفقرات اللي هتتقدم عشان يقول انت دلوقتي بتعمل احتفاليه للمتحف المصري الكبير. يعني على الاقل انا ماشي، انا ماليش كنترول على الناحيه الفنيه دي ليها حريه كبيره، انما اللي بيتقال الكلام التاريخي اللي بيتقال لابد انه يتراجع. ابتديت اعمل سيرش وبحث عن مين اللي كتب السكريبت، بيسموه النص السردي للاحتفاليه. ولما عرفت مين هو اندهاشي قل، ان انا اعرف توجهاته. فاللي كتب السكريبت بتاع الاحتفاليه كلها، كل الكلام اللي اتقال في الحفله في هذه الاحتفاليه، مين اللي كتبه؟ الروائي احمد مراد. مين احمد مراد؟ احمد مراد اللي بيكتب روايات السينما المشهوره والكاتب الروايات المشهور اللي اشهر اعماله الفيل الازرق مثلا. طيب يعني اندهاشي قال لي ليه؟ اندهاشي قال لي ان انا عارف ان احمد مراد معجب جدا بنظريات البديله عن تاريخ مصر القديم، معجب بيها. هو له برنامج على قناه نجوم اف ام. فمن سنه تقريبا انا اتفرجت على حلقه لاحمد مراد، هو روائي عظيم يعني. اتفرجت على حلقه لاحمد مراد استضاف فيها المهندس احمد عدلي اللي بيمثل اراء وافكار هذه المدرسه في مصر، وكان معجب جدا بالافكار اللي هو بينشرها بين العامه. انا يعني هو لم يخفي هذا الاعجاب احمد مراد. فلما شفت امبارح، لما بعد البحث يعني اندهاشي قل شويه لما عرفت انه احمد مراد هو اللي بس يعني كون احمد مراد يعجب بهذه النظريات اللي جايه من تيار التاريخ البديل ده شيء، وكونه يحط نص او سكريبت للاحتفاليه لابد انها تتفق مع التاريخ الرسمي، التاريخ العلمي. التاريخ الرسمي ما يا جماعه، اصل كلمه رسمي دي بتقع على ودن بعض الناس، يقول لك التاريخ بتاع السلطه، التاريخ بتاع الناس مش عارف الناس اللي واصله. لا، التاريخ الرسمي بنقصد بيه التاريخ اللي هو عليه اثباتات علميه من علماء التاريخ والاركيولوجي وعلماء المصريات. يعني هعيد تاني، ما هواش عجرفه، ما هواش موضوع مسيس، مش موضوع انك تبقي على روايه توراتيه فيما يخص بتاريخ الخلق. لا خالص، زي ما التاريخ بيوديك بتروح، زي ما الحفريات بتوديك بتروح.
والله انت لو حفرت النهارده وعملت كربون مشع وشفت حاجه راجعه ل 10000 ولا 15000 سنه، انت هتنكر ليه؟ طب ما انت في ناس في الكومنتات بتقول لي مش عارف في فاس عمرها 700 مش عارف مليون سنه، ولا تاريخ طبعا اعتباطي يعني. طب ما يعني هم دول اخفوها؟ ما اخفوهاش. طب ما في مومياوات قديمه جدا يعني، وفي جثث وفي مقابر بترجع الى مئات الالاف من السنين. هل تم اخفائها من الروايه الرسميه؟ لم يتم اخفائها. العلم محايد، العلم بيمشي ورا الادله، بس ما يتحقق بالعلم، علم التاريخ وبادواته الاركيولوجيه والعلميه والمعمليه بيعترف بيه وبيدرج في الروايه الرسميه. حضرتك اللي بتتكلم على روايه زائفه، هي روايه ينفع يعجب بيها واحد زي احمد مراد، ينفع يشتغل عليها في السينما، انا معاك، ينفع لانها سنسيشنال وفيها عنصر جذب وجميل جدا، الارض شبه السماء ومش عارف ايه والكلام ده، والاهرامات بتنعكس في النجوم، كلام ينفع يتعمل منه فعلا سيناريو فيلم، بس مش حقيقي. هو انا هرفض ليه؟ هرفض؟ طب ما دي رؤيه جباره جميله جدا، رومانسيه وفيها شيء من الخيال والجمال ويدل على عمق، بس لا، بس هي مش حقيقي. هو انا عايز ارفضها؟ او انا رافض مثلا لروبرت بوفال؟ طب ما انا في اراء كتيره لروبرت بوفال كنت بحبها، بس نظريته دي انا لا اقبلها لدرجه ان عشان يبتدوا يحققوا النظريه دي يرسموا في السماء أزير بما لا يتفق مع المعايير المصريه القديمه اللي في الفن المصري القديم، الفن الجنائزي اللي أوزيريس. شوف عشان تعرفوا لما تنحرف عن المدرسه المصريه القديمه في الفن تعرف انك بتتكلم غلط خالص. المصري القديم كان لما يجي يتكلم عن أزير يتكلم عن كيان وعن نتر ما بيتحركش. ليه؟ لانه دايما محنط مكفن بالمنظر ده، يبقى هو داخل كفن، لان هو من قام من الموت وهو في حاله سبات بتحصل المعجزه وبينجب حورس. فهو أزير هو من قام من الموت، فالموت مرتبط بأزير، فحاله من السبات، حاله ديجنيفايد، حاله مبجله، حاله موقره فيها سكون فيها تامل. ما اقدرش ارسمه على شكل البني ادم اللي رسموه ماسك العصايه اللي هي القوس او السيف، خلوا السيف بتاع الجبار عصايه ماسكها، والرجلين طبعا مع فيها رجل، ما انا قلت لك في رجل كده ورجل كده، معناه انه بيجري، ما انا محارب ولازم يبص وراه. فجاب واحد اهبل كده في السماء ماسك عصايه وماسك بلطه او حاجه تانية وبيجري كده زي المحارب وباصص وراه. وده أزير برضه؟ ينفع تمثل أزير كده؟ وراهم على طول ملبسين ازيز جنبيه في السماء. مين يسمح بكده؟ مين؟ لما انا اشوف حاجه تخص أزير تتنافى مع المعايير المصريه القديمه، او هاو تو ديبكت الأوزيريس في الفن المصري القديم، الأزير في الفن المصري القديم زي ما قلت لك مفيش حركه، صامت يعني. اطلع التراث الاخير من معبد حتشبسوت، معبد الدير البحري، التراث الثاني اخر تراث اللي بيدخل على قدس الاقداس، هتلاقي الاعمده كلها عباره عن تماثيل أزير. هو والعمود واحد كده، ما يتحركش، ما يجريش، ما يبصش وراه، ما يمسكش سيف، كلام فارغ، ما ينفعش، ده مش مصري. هو انا رافض يعني انا رافض لمجرد ان انا في حاله عداء مثلا مع هذه المدرسه لاشخاص معينه، مثلا روبرت بوفال ده مثلا انا في بيني وبينه مثلا طار قديم خالص. هل انا مثلا اللي بيردد هذه الافكار او هذه النظريات في مصر زي احمد عدلي انا برفضها لان انا رافض احمد عدلي او انا في حاله خلاف مع احمد عدلي؟ خالص. انا بقول له والله احنا مختلفين لان ده مش مصري، لا ده تمثيل مصري ولا بورتريال مصري، ولا ده حتى بيمثل الكوكبه دي كلها لا تمثل أزير اساسا في الفكر المصري القديم. الخطوره في كده ايه؟ الخطوره في كده ان في ملايين حول العالم وفي ملايين في مصر، وانا كمان بيهمني الملايين من الشباب والجيل الجديد والاطفال اللي يبتدوا بص الفقره دي هتخش في وعيهم الجمعي الى الابد. ما تحفظش عن طريق كتاب ولا فصل ولا حتى عن طريق فيديو تعليمي. اللي بتشاف في الافلام واللي بتشاف في الشوز واللي بتشاف في الاحتفاليات اللي زي اللي حصل امبارح ده بيفضل في الذاكره الى الابد. انت عشان تغير البرسبشن اللي اتاخد امبارح من
الاحتفاليه دي انت عايز عقود من الشغل. انت دمرت شيء بقاله 30 سنه من الدفاع المستميت من المدرسه بتاعه المصريات والروايه السائده والروايه الاكاديميه اللي بترفض نظريات بنسميها احنا فرنج ثيوريز او نظريات هامشيه تندرج تحت بند العلم الزائف. انت يعني بالاستعانه بروائي زي احمد مراد والانسياق الى ما يهواه اللي معجب بيه هو، طبعا الراجل له خيال يعني هو حر، بس كم من المفترض، انا كنت اتمنى وكم من المفروض، هو ده المفروض ان السكريبت ده كان يعدي على لجنه تاريخيه تقول والله الكلام ده يسمح بيه او الى غيره يسمح بيه. الفقره الكامله، السيجمنت الاول كله بتاع شريهان بما فيهم شريهان كان المفروض ما يتقدمش. الاحتفاليه كانت هتبقى قويه جدا وجميله جدا بدون هذه الفقره، وللاسف دي اول فقره ودي بتبقى في الذاكره. انا اسف جدا ان الفقره الاولى في هذه الاحتفاليه كانت بتدي ثقل وبتدي اعتراف ضمني بهذه النظريه الهامشيه اللي هنسميها النظريه بتخضع لمدرسه علم زائف سودو ساينس. فانت لو جيت دلوقتي تقول لاحمد مراد مثلا، لو حد يعني يبتدي يسال احمد مراد ذكي، هقول لك ذكي ليه؟ ما هو راجل برضو يعني ده شغله الكتابه. لو جيت قلت لاحمد مراد ازاي احمد يا مراد وانت راجل مصري وفاهم عندك وعي، ازاي تدرك فقره الاولى كده عن نظريه بديله، عن نظريه زائفه، وتخلينا نصرف المصاريف دي كلها على الخمس دقائق الاولانيين من الاحتفاليه او الثمان دقائق دول؟ مكلفين جدا، مش مكلفين ماديا بس، هيكلفوك كمان فكريا. هيقول لك ايه؟ يقول لك لا ما تظلمنيش، انا شوف راجع النص، راجع السكريبت بتاعي انا قلت ايه. هيقول لك سابوا لنا الغاز كتيره لدرجه ان خيال خلي بالك من الكلمه دي، خيال كثير من العلماء وصلهم لنظريه عجيبه. قال لك انا قلت عليها عجيبه وقلت خيال، فهي مش واقع، مش حاجه علميه. انا قلت وحددت في السكريبت ان هي خيال كثير من العلماء، خيال. هيرجع يقول كلمه، بس مين خد باله من كلمه خيال؟ اللي انا مين خد باله من كلمه خيال؟ ومين خد باله انها نظريه عجيبه؟ ما انت رميت السطر ده وبعدين فردت في السماء بقى وعملت الشغل بتاع الليزر وبتاع درونز وبتاع الكلام ده كله، والاوركسترا شغاله وشريهان شغاله بالفويس اوفر. مين هياخد باله من كلمه خيال كثير من العلماء ونظريه عجيبه؟ هي نظريه عجيبه فعلا وده خيال. احمد مراد ذكي، ما انت عشان ترجع تدين احمد مراد هيقول لك والله انا وضحت ان ده خيال، ما ده مش علم، ده بيندرج تحت الفيكشن او الخيال، والنظريه دي مش معترف بيها وانا تعتبر عجيبه برضو غريبه يعني فرنج، يعني الفرنج ثيوريز. الراجل عنده في السكريبت اللي ممكن يعني يخليه يهرب من المسؤوليه. ولكن لو كانت مرت على لجنه تاريخيه وشافت الشغل بتاعها على المسرح هيبقى شكله ايه، الناس الضيوف هيشوفوا ايه، رئيس الجمهوريه هيشوف ايه، الملايين اللي في العالم هيتفرجوا على ايه. ما كانش حد هياخد باله من كلمه خيال ولا نظريه عجيبه. الناس باصه للسماء وباصه للتمثيل الساذج والغير مصري لأوزير في السماء، وانه يلزق لها كمان إيزيس. عمر أوزير ما بالمنظر اللهبل ده، واحد بيجري وماسك عصايه وماسك خوذه، ده مش أوزير ولا مصري ولا نعرفه خالص. دي اسبابي. انا حزنت جدا وذهلت للغايه واصابني الكثير من الدهشه والالم لما شفت السيجمنت او الفقره ديت. والى الان يبقى انا عندي ادله علميه بتقول ان الاهرام كلها بترجع الى الالفيه الثالثه قبل الميلاد، نص الالفيه الثالثه قبل الميلاد. هترجعها لي قبليها كمان ب 12500 سنه قبل الميلاد وقبل كده كمان. ده خيال ادباء، خيال مؤلفين. ينفع مع احمد مراد في السينما، بس ما ينفعش في احتفاليه من المفترض ان هي بتمثل الروايه الرسميه الاوفيشال الرسميه المصريه على مستوى الرئاسه وعلى مستوى فين المستوى التاريخي المصري؟ فين المؤرخين؟ فين العلماء اللي اشرفوا على البتاع؟ بعدين الاحتفاليه دي اتاجلت اكتر من مره، اتاجلت مرتين، مره مع حرب غزه ومره مع حرب ايران. طب المده الكافيه دي والتاجيل ده ما كانش في حد بيراجع؟ محدش بص على السكريبت، محدش جه قال لاحمد يا مراد تعالى وريني انت كاتب ايه، محدش حضر بروفا. المفروض يبقى في بروفا كامله كده اتحرك كذا مره. هو كله موسيقى هايله، استعراضات هايله، الكورال هايل، الاصوات المصريه هايله، الديكور هايل، الكوستيومز هايله، الاخراج
بتاعها هايل جدا، كله ده جميل جدا. انما اللي عمله احمد مراد الاحتفاليه شيء لا يغتفر، وانا شايف ان هو خطيئه كبرى، وخطيئه كبرى لانها عدت من جهات رسميه وانت عشان تقدر تصلحها. دي خلاص اتسربت واتسجلت والناس بتشوفها على مستوى العالم. خلاص انت مش هتعرف تصلح حاجه. انت لو بكره طلعت تصريح ولا مش عارف، محدش هيشوفك. ولو حاولت تصلح اللي حصل هيقولوا عليك انسان يعني يا اما حاقد يا اما جاهل يا اما بتستفيد من الروايه الرسميه. انت كده بتعكها زياده. فاللي عمله احمد مراد والسيجمنت بتاع شريهان كله كان من المفترض انه ما يبقاش مسمح بيه. كان من المفترض انه ما كانش يبقى مسمح بيه تاريخيا وفنيا، والله وفنيا. ودي بالنسبه لي دي كانت اول فقره واكثر الفقرات اللي اصابتني بالالم والدهشه. الم خليني اعتبر هذه الفقره وتسميعها من جهات رسميه يصل الى مرتبه الخطيئه الكبرى اللي لا يمكن انك تسمعها على الاقل في الوقت الحالي. اشوفكم.